كلها خضرة. تحس ان المدينة مستحمية كده. في ثانوية عامة أدبي ولا علمي؟ لا أنا عايز علمي. مش هقولك إن أنا ندمان على قرار طب، أنا مش ندمان عليه خالص. ابتدي نيابة في مصر وبيخلصها بيطلع يعني جامد فشخ. كنا امبارح طلبة مش فاهمين أي حاجة، ننزل ناكل سندوتشات في الكافيتيريا، والنهاردة أنت موقف في استقبال. فيعني كنت بحس إن أنت دايما تايه. انا دلوقتي بخلص ريزيدنسي في ميشيغان زي ما انت قلت. especially ان انا ما كانش عندي نيابه جامعه، فانا كنت حاسس ان انا بره نيابه الجامعه مش عارف اعمل ايه. انت لازم هتموف اون، يعني انت مش هينفع تقف في الحته دي. عمر حجازي، ازيك يا صديقي؟ ازيك يا صديقي؟ انا بس اتخضيت شويه من الدخله بس. اصل هو في تايمر، وبعدين اول ما التايمر بيخلص انا لازم اقول حاجه ايوه بس دخلت عمر حجازي قلقتني شويه، بس احنا تمام يعني، ما تقلقش. طيب انا زي كويس الفل. الحمد لله. انا كويس. ازيك انت؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا انا عارف ان انت قاعد في ميشيغان وشغال هناك، ويعني قبل ما اتكلم في اي حاجه انا عايز اسالك عن اولا ايه رايك في امريكا بشكل عام بما انك انت عايش هنا؟ والله بص، أمريكا بشكل عام لذيذة. الحياة مليانة اوبشنز هنا، يعني اللي انت عايز تعمله هتعمله، هتلاقي حاجات تسليك بشكل عام. آه، طبعا يعني الشغل بيقف في طريق السعادة زي ما انت عارف، بس يعني ده في اي بلد. فده طبعا يعني ده طبعا. ممكن نبقى نخش في اكزيستنشالات بعدين، بس يعني. ايوه لازم، ده بودكاست الاكزيستنشالات اصلا. بس لا، امريكا بشكل عام ظريفه. حاسس ان هي المشكله الاساسيه يعني زيها هتبقى زي اي حته تانية، الغربه بشكل عام يعني. طب انت قاعد في ميشيغان صح؟ انت ايه اسم البلد اللي انت قاعد فيها؟ انا انا قاعد انا بشتغل في ان اربر وقاعد في حته جنبها اسمها بلفيل يعني، بس اعتبر ان اربر يعني. طب ما تكلمني كده على ان اربر كده، قول لي ايه رايك فيها، بلد عامله ازاي؟ ظريفه؟ بصراحه يعني ان اربر في كل حته اللي انا قعدت فيها في نورث امريكا، هي من افشخ الحتت اللي انا شفتها سو فار يعني. مم. هي ميد سايز سيتي. اولا هي دي المدينه بتاعت يونيفرسيتي اوف ميشيغان. ف فالديموغرافيكس فيها الناس يعني مش لا عواجيز فشخ ولا ضد عائلات وبس، يعني في ميكس لذيذ. فده بيخلي ان في بقى حياة يعني، الدنيا صاحية في المدينة. بس في نفس الوقت هي كمان مش هيوج سيتي، فمش زحمة. ما فيهاش المشاكل بتاعت المدن الكبيرة بقى، زي نيويورك، زي ديترويت، زي شيكاغو. اللي هي تلاقي إن زحمة، هوملسنس في كل مكان. الكواليتي اوف لايف بتاعت المدينة كويس. ف فهي ظريفة. غير كده هي كلها خضرة. تحس ان المدينة مستحمية كده يا سوسة والله. موضوع الخضره ده عامه بحس ان هو برضو بيجيت اندر استيميتد. يعني فكره ان اه انت تبقى بس عايش كده في مكان حواليك خضره ده بيبقى مريح نفسيا. تماما يعني. انا عايز اقول لك، انا المستشفى بتاعتي دلوقتي هي في وسط غابة تقريبا. هو انا ببقى كل يوم وانا رايح الصبح، انا بقعد اتفرج وببقى مستمتع. دي اللي هي لحظة الترانكويليتي اللي بتعدي عليا كل يوم الصبح، فاهم؟ اقعد اتفرج على الخضره والعصافير، فاهم؟ وبعدين اخش المستشفى. طب والانترتينمنت عامل ايه في المدينه اللي انت عايش فيها؟ يعني بتعرف تتبسط وكده وتخرج ولا مش قد كده؟ زي ما بقول لك، يعني في اوبشنز كتير. وبعدين هي ان اربور بشكل عام علشان هي مدينه جامعيه. ف
فهي فيها حاجات دايما بتحصل يعني دايما بيحصل. تعرف بقى شباب الجامعه بقى وبيبقوا جايين عشان يتبسطوا اساسا. فهو دايما تلاقي في مطاعم كتير، في آم، حفلات بارات بتاع، ففي حاجات كتيرة بتحصل يعني. حلو قوي. انا عايز اطير بيك بقى بالزمن لسنة 2008 واسألك يا- عن قرار دخولك كلية طب. انت ابتديت من الاول. بالظبط، من الاول خالص بقى. وعايز اسألك، انت اولا دخلت طب عشان حابب، ولا حد غصب عليك، ولا ما كانش فارق معاك؟ يعني احكي لي قصة انت ليه قررت تخش طب. والله هو قرار طب كان يعني هي تحس ان هي كانت دومينو افكت. هو انا ابتديت بان انا ايه ده في ثانويه عامه. ده ادبي ولا علمي؟ لا انا عايز علمي. طيب ماشي، هل علم رياضه ولا علم علوم؟ لا انا علم رياضه ده انا هتعستف فيه. فقلت خلاص يبقى خلينا في علم علوم. ويعني انا برضو من زمان كان عندي ايه فكره اللي هو ايه، انا ابويا دكتور، وحاسس ان انا ان كونتاكت مع ابويا، وجدي كمان كان دكتور. فدايما حاسس ان انا في دكاتره حواليا، فحاسس ان انا at some point ده اوبشن لكارير. فدخلت علم علوم. خلصت علم علوم بقى ايه، بتيجي تشوف الكليه. طيب هنعمل ايه بقى بعد علم علوم؟ فانت الاوبشنز اللي قدامك يا هتخش يا اسنان، يا صيدله، يا طب بشري. فانا في ظل الاوبشنز اللي قدامي، انا فاكر وقتها قعدت افكر اللي هو يعني انا اكيد مش حابب اسنان، ومش عايز العب في باقي الناس وصيدله. يعني حسيت ان هي يعني مع احترامي كل صيدله، بس انا حسيت ان هي بضان بالنسبه لي. فانا احترامك ليه يا جدع. لا والله في ناس بتحب الصيدله يعني اكيد يعني هو كارير كويس فشخ. انا كمان الكارير بتاع الصيدله كويس فشخ يعني. بس يعني انا كنت حاسس ان انا الادويه هتعستفني في حياتي. فقلت لا يعني خلاص بقى، ما قدمناش غير الطب، فعلى البركه. حلو يعني انا قوي. مش عايز اطلع ان انا ما كانش قدامي اوبشنز، فهو ده الاوبشن اللي انا اخترته. يعني هو برضه يعني اكيد كان في اللي هو انا قشطه هبقى دكتور يعني. بس لو ما كانش في باشن من وانا صغير بحلم ان انا ابقى دكتور. يعني هو ده مش فاهم قصدك تماما. بس يعني انا عامه انا عاجبني الابروتش بتاعك في اختيار الكليه. حاسس ان ده برضو بيقول حاجه عن الابروتش بشكل عام، يعني اللي هو انت ايه ماشي بترول اوت، دي ما تنفعش خلينا دي ما تنفعش خلينا دي. عشان بحس ان انا كده برضو شويه. ما انا هي حاجه، حاسس ان هي حاجه تتكلم اكتر عن النظام التعليمي في مصر. بس بالظبط. يعني بس احنا مش عايزين الموضوع يوسع مننا. لا صح، انت معاك حق. انا برضو عامه يعني انا عندي مشكله مع فكره ان انت بتحط يعني قرار بهذا الحجم على عاتق شخص عنده 16 17 سنة، وفي معظم الأحيان ما كانش في كلها ما عندوش خبرة عملية، يعني ما ما عنده ما ده ما اشتغلش قبل عندوش كده خبره ما. عن ولا عمليه ولا اي حاجه تانية اساسا. بز... بالظبط. انت شايف ان برضو فكرة ان انت تاخد قرار انت عايز تخش ايه في هذا السن ده، دي حاجة كويسة ولا المفروض ايه اللي يحصل؟ لا طبعا دي يعني مش دي ديفنتلي حاجه مش كويسه. يعني هو يعني انا مش هقول لك ان انا ندمان على قرار الطب. انا مش ندمان عليه خالص. يعني انا بحب الكارير بتاع الطب دلوقتي، ومش يعني مش حاسس ان انا هغيره. مش عارف لو كانت اختلفت الاحوال زمان وانا خدت قرارات مختلفه كان هيبقى وضعي ايه وانا حاسس ايه دلوقتي. بس بس يعني سوف انا مش ندمان عليه. بس طبعا انا لما اخدت القرار ده انا ما كانش عندي اي خلفيه عن التداعيات بتاعه القرار ده. يعني هو انت بتاخد قرار بيبقى قرار مصيري انت مش عارف ايه اللي انت بتقول عليه. صح. هي بتعرف فعلا بقى بعد بتبقى. كده بتعرف بقى بعد كده بالغالي. صح. بالغالي فعلا. لان هي بتبقى حاجه شبه البطيخه كده، اللي هو انت ممكن تكون خدت احسن قرار في حياتك، وممكن تكون خدت اسوأ قرار في حياتك. والله يا سوسة، يعني انا مش هقدر اوصفها ان هي بطيخه. انا هقدر اوصفها ان هو خازوق، بس انت ما بتبقاش شايفه كله من اوله. هو في حد بيقول لك ان هو ده انت انت بتعمل حاجه كويسه، وانت بقى شايف بقى ان هو ايه، الناس بتقول لك انت دكتور وبتاع، وان انت في دماغك انت شايف ان الدكاتره دول حاجه كويسه يعني. ف فانت بتشوف الاند ريزلت الى حد ما.
بس البروسيس بقى هي دي الخازوق بقى كله. مم. انت بقى ما بتشوفش الخازوق ده، انت بتركبه على طول. ده حقيقي. طب يعني ايه الحاجات اللي كانت appealing بالنسبه لك في كارير الطب؟ يعني انت قررت علشان يعني by exclusion ده هيبقى انسب حاجه، بس اكيد في حاجه اللي هو ايه، طب ما برضه هبقى دكتور، كان في شويه كده حاجات بتلمع تخلي الطب appealing، كان ايه اهم الحاجات دي؟ آم، يعني طبعا انت يعني هو كارير بشكل عام، كارير ابيلينج، كارير ابيلينج من ناحيه ان انت بتعمل حاجه سبيشاليزد، بتعمل حاجه بتساعد بيها الناس، آه، eventually ممكن الكارير ده يعيشك حياه كويسه. ف فكل الحاجات دي طبعا appealing. كارير ذات نفسه ليه برستيج برضه يعني. مم. بس يعني مش حاسس ان قصه البرستيج كانت من الحاجات اللي كانت في دماغي وقتها او حتى دلوقتي يعني. بس انا حاسس ان هو الكارير الطب انت مساعدة بشر، بت بتبذل مجهود في حاجة بتشوف الافكت بتاعها، ده في حد ذاته gratifying يعني. صح. وعامة يعني زي ما انت بتقول البرستيج انا بحسه يعني حتى لو انت مش بتفكر فيه فهو يعني it's a good add-on perk. انا عايز اقول لك ان انا البرستيج بتاع فعلا البرستيج بتاع كليه الطب يعني. طبعا انت من اول ما بتبقى في سنه اولى وانت لسه مش فاهم حاجه في حياتك، بتبقى شايل البلطو على كتفك، تنزل الصبح ازيك يا دكتور، سلام عليكم يا دكتور، كل الكلام ده. بس انا يعني الكلام ده عمره ما كنت بحس ان هو يعني ايه، كنتش بحس فعلا اللي هو دكتور دي، ما عمري ما كنت بحسها. حسيتها بقى اول مره لما جيت عملت electives بره مصر. اما مم. ما كنت تقابل حد راندم في الشارع، يعني مش في الشارع يعني، بس لما تقابل حد راندم مش في الكارير يعني، مش مثلا في الناس اللي بتقابلهم في المستشفى او حاجه، وتقول له ان انت طالب طب، هو كان بيتعامل اوتوماتيكلي بيتعامل معاك معامله مختلفه، بيتعامل معاك ان انت انسان جامد. عبقري. فهم هنا تقدير الدكتور بيبقى بتحسه يعني. طبعا يعني هو حاسس إن مع الوقت برضو الموضوع يعني ابتديت اشوف الموضوع بطريقه مختلفه هنا. بس ستيل هو المجتمع هنا برضو كدكتور حته البرستيج دي ممكن حاسس ان هي اكتر من مصر كمان بكتير يعني. صح. يعني انا شايف ان هي في مصر هي ليها برسبكتيف مختلف كده شوية، ليه علاقة اكتر بان انت بتساعد الناس وان انت يعني بتقدم كل اللي عندك وان هي مهنة سامية والحاجات دي. هنا بيبقى فيه مور بروفيشنال ريسبكت اكتر. اه بالظبط. حلو قوي. طب دلوقتي حجوز انا عارف ان احنا دفعة واحدة وانا عارفك طبعا وعارف كل حاجة عنك، بس يعني عشان في ناس ممكن تكون بتسمعنا ما تعرفكش، فلو هقول لك يعني قول لي مين هو عمر حجوزة كده في جملتين. قول لي. ده احنا عنينا. والله يعني انا ما بعرفش اجاوب على الاسئله دي زي ما انت عارف. انا عارف يعني جملتين بس، قول لي بتعمل ايه، بتشتغل فين. انا انا دلوقتي بخلص ريزيدنسي في ميشيغان زي ما انت قلت، في ترينيتي هيلث ان اربر. بخلص ريزيدنسي بطنه. انا كنت في طب عين شمس، معاك نفس الدفعه. ابتدينا 2008، اتخرجنا 2016، وانا ابتديت ريزيدنسي في 2020. ابتديت ريزيدنسي في 2020، وان شاء الله هو خلص. ان شاء الله بخلص. الشرقة دي وانا بخلص مش ساين والله لذيذة. يا ابني. والله يا ابني الواحد ما بقاش عارف ايه اللي بيحصل ان شاء الله بخلص ايه بالظبط. ان شاء الله بخلص والدنيا الواحد ما بيخلصش يا سوسه فيعني. ده حقيقي. فهي ما رضيتش حتى تطلع يعني. يعني هو جسمي رفض ان هو يطلعها. اللي هو انت هتخلص. نمت احنا هتخلص بنخلص. خالص. نمت احنا بنخلص. انت واخدني معاك من 2008، عمال رزع رزع بس. حجوزة انا عارف ان انت طبعا عندك very interesting story، انت ازاي وصلت
هنا يعني النقطة اللي انت واقف فيها دي. بس انا عايز الاول ابتدي عن سؤال، انت اصلا ليه فكرت ان انت تسافر وما تشتغلش طب في مصر؟ والله انا كنت لسه قاعد بفكر في الموضوع ده من فتره. انا مش عارف ايه بصراحه، يعني انا مش فاكر الترانزيشن بوينت اللي انا فكرت ان انا عايز اسافر فيها. آه بس انا كنت حاسس الحاجات اللي انا ما كنتش بحبها في مصر من ايام الكليه. آه طريقه، يعني مش عارف اقول لك إزاي، طريقه تعليم بشكل عام. مم. كنت بحس ان انت دايما تايه. مم. فدي كانت حاجه كنت بحسها مش كويسه. وبعدين كنت كمان حاسس الجزء بتاع الايفيدنس بيزد ميديسن في مصر مش دايما بيبقى اقوى حاجه. هو مش موجود اصلا يعني. هو انا هو كنت في مصر الطب بحاول مدارس. ابقى دبلوماسي دلوقتي. لا، هو بس هو احنا ما سمعناش عنه في مصر. بالظبط. هو في مصر احنا كان عندنا مقولة الطب مدارس دي، اللي هو الدكتور ده بيعمل الحوار ده بالطريقة دي، الدكتور التاني بيعمله بحاجة تانية خالص، بس والاتنين هو بقى شغالين والاتنين صح. للاسف بقى ان هو ما طلعش مدارس بالظبط. يعني الناس بتشقى عشان يطلعوا بالجمله اللي بيحطوها في الجايد لاين في الاخر. فدي كانت الحاجات المينلي اللي مرتبطه بالكارير. يعني انا دي كانت حاجات انا كنت حاسسها فارقه معايا. أم، فكره ان انت التريننج بتاعك كان ملخبط. يعني حتى فاكر من ايام الكليه لما كنا بنبقى في السكشن ولا بتاع، وتبقى محتاج ان انت تشوف عيانين ونبقى واقفين طابور على العيان يعني انا عارف ان هو ده حاجه ليها برضو. دي كل دي فاكتورز من طبيعه الوضع بتاع التعليم في مصر وازاي ان هم يأكمديتوا كميه الطلبه الطب اللي موجودين في ان هم يوروهم كل حاجه. فانا متفاهم ده، بس يعني انا كنت حاسس ان ده مش انسب وضع للتعليم بالنسبه لي يعني. هو اصلا يعني كانت برضو بتبقى حاجة حزينة شوية لما كنا بنروح نتعلم على عيانين، اكشوال عيانين، وبيبقى في ناس كتير احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع اه ده. انا كنت لسه اقول لك احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده. انا يعني انا فعلا انا كان بيبقى انا في، يعني مثلا انا في الاطفال انا فاكر ان انا تقريبا ما عملتش فيزيكال اكزام في السكاشن دي. انا اول فيزيكال اكزام كنت بعمله تقريبا في الامتحان يعني. لان كان الموضوع كان مأساوي يعني ان هو ان انت تبقى بيبقى الام جايبه العيال وبتاع، ونبقى واقفين كلنا عمالين نفعص في الواد. يعني ما كنت بحس ان حرام يعني. وبعدين كمان حتى برضه مش في الاطفال، وحتى في بقيه في البطنه يعني. البطنه احنا ده الدروس يعني. انا مش هتكلم على الدروس يعني. ف... ده حقيقي. فكل ده كنت بحس يعني اللي هو احنا اللي هو لا، حاجه غريبه يعني. اللي هو دول عيني بقى واقف فاهم في نص السكشن فاهم، كأنها صالة عرض فاهم. كان بيبقى يعني فعلا. وطبعا انا وقتها ما كانش عندي خلفيه عن ايه اللي ممكن يبقى احسن فاهم، او إيه التغيير ممكن يجي منين، او احنا ازاي ممكن يبقى الوضع احسن. بس يعني طبعا انا دلوقتي لما بشوف الميديكال ستودنتس اللي مثلا بيبقوا شغالين معانا في المستشفى، يعني هم لو حد لو هم كانوا في الوضع اللي احنا كنا فيه، هم يعني ما حدش يتخيل يعني. الميديكال ستودنت بيبقى جزء من التيم فاهم. بيجي ويشوف العيانين ويبقى عنده العيانين بتوعه اللي بيتابعهم طبعا بالسوبرفيجن بتاعتنا يعني. بس بيبقى ليه responsibilities، وبيبقى اتليست ان هو عبال ما بيخلص هو بيبقى داخل المنظومة الطبية، فاهم هو بيعمل ايه في المستشفى، فهم الدنيا ماشيه ازاي. لان هو برضو انت زي ما انت عارف يعني. انت لما بتيجي في الحياه العمليه مش زي هو مش امتحان. فهي مش نفس اللي انت الحاجات اللي انت بتقعد تحفظها وتذاكرها هي دي اللي انت هتبقى بتشتغل بيها 100%. في برضو كده الكلينيكال سنس برضو. فان هو يبقى اكسبوزد للكلام ده من بدري، ان الكلينيكال سنس ده بياخد وقت يعني. فهو انت ان هو يبقى الستودنتس اساسا اكسبوزد للكلام ده، فاهمين السيستم بتاع المستشفى ماشي ازاي، دي بتفرق فشخ يعني.
يعني انا فاكر كويس فشخ ان هو احنا لما ابتدينا امتياز دي، هو انا ما عنديش اي خلفيه، وانا مطلوب مني ان انا ابقى واقف مثلا في استقبال مثلا او حاجه. انا ما اللي هو حضرتك احنا كنا امبارح طلبه مش فاهمين اي حاجه ننزل ناكل سندوتشات في الكافيتيريا، والنهارده انت موقفني في استقبال. فيعني احنا احنا بنعمل ايه يعني؟ انت قلت نقطة عامة يعني انا حاسسها مهمة جدا، وهي فكرة اللي هو انا اصلا مش متخيل هو الوضع الاحسن بيبقى عامل ازاي. يعني انا معرف يعني هو ده كان المين ستريم لدرجة ان هو انت تقبلته علشان انت شايف ان هو طب هنعمل ايه، ما هو مفيش حاجة احسن من كده، ما هو we have بالظبط. to. بالظبط. بس لما بتبتدي تسافر زي ما انت قلت كده وتشوف الميديكال ستودنتس بيتعامل معاهم ايه بره، والتريننج الحقيقي بيبقى ازاي، بتقول لا طب ما هو في حل اهو، يعني في طريقه ان انت تعلم بيها الميديكال ستودنتس من غير الاهانه والبهدله اللي بتحصل دي. بالظبط. وهي كمان ان انت حتى الميديكال ستودنت هياخد اكسبيرينس عامله ازاي من التعليم اللي انت بتقدمه له. يعني تمام ماشي، احنا عندنا عيانين كومبليكيتد، ومعظم العيانين اللي احنا كنا بنشوفهم، حتى العيانين اللي هم اللي كانوا بيدوا دروس والحاجات دي، عيانين كرونيك. وممكن الحاجات اللي انت شفتهم عليها دي انا لحد دلوقتي ممكن ما شفتهاش على عيانين هنا. بس ستيل انا ايه الاستفاده اللي انا خدتها؟ ان انا شفت كلينيكال ساين مره في حياتي. مش هو ده الاستفاده ان انت تعرف ازاي تمانج العيان، يعني ان انت ازاي تعالجه، ازاي تتعامل معاه من ساعه لما يجي لك المستشفى لحد ما تروحه تاني بيته يعني. صح، نقطه حلوه قوي دي برضو، اللي هو احنا كنا بنبقى عايزين نجيب العيانين اللي موجوده في الكتاب. اللي هو مثلا انا فاكر كان عندنا عيان بتاع الدوشان ماسل اتروفي، ده انا فاكره العيان ده جدا. العيان ده انت مستحيل اصلا تشوفه في حياتك العمليه، حتى لو انت شغال اطفال. يعني لو شفته مره واحده في حياتك يعني يبقى حلو قوي، يبقى انت كده اعمل كيس ريبورت عن العيان ده. بس احنا كنا مهتمين علشان في حته في الكتاب بتقول دوشان ماسل اتروفي، لازم تشوف العيان اللي عنده دوشان. طب ما انت استفدت ايه؟ ما يعني انت فعلا ما بتستفدش زي ما انت بتقول في الكلينيكال براكتس، غير من الحاجات اللي هي الكومن، اللي هو اعمل ايه مع الافري داي حالات، اعمل ايه في اليوم العادي في المستشفى. انا مش فارق معايا ان انا استف امراض قصادها عيانين. بالظبط. فدي نقطة مهمة قوي. بس يعني انت مينلي كانت مشاكلك مع مصر كانت في التعليم، بس عايز اسالك بقى كمان لما اتخرجت، لان انا عارف ان انت برضو يعني حضرت شوية من الشغل في مصر. ايه اللي كان خلاك يعني بتقول خلاص انا لازم اسافر، مش بس في الكلية، حتى بعد ما طلعت سوق العمل وابتديت تشتغل؟ هو انا يعني انا الاكسبيرينس بتاعتي في مصر مش ما كانتش كتيره. فعشان يعني انا مش عايز ان انا ابقى بصدر صوره اللي هو انا هرشت زتونه السيستم المصري وقلت لا انا مش مستحيل اكمل هنا. يعني انا الاكسبيرينس بتاعتي كانت مختلفه شويه. انا يعني اشتغلت تهيألي كانوا مثلا 3 4 شهور. كنت نايب زاير في الدمرداش. آم، بس هي كانت mainly نفس الحاجات، ان انا كنت حاسس ان انا تايه. يعني انت محتاج ان انت مفيش آم، مفيش حاجه انت ماشي عليها. انت بتتعلم بزي ما تيجي كده، فاهم مفيش يعني؟ ستراكشر. بالظبط. هو ده يعني دي الكلمه اللي انا بدور عليها. مفيش ستراكشر. انت مفيش ستراكشر انت ماشي عليه. يعني حتى انت في اي حته في العالم جزء من التعليم هو لازم هيبقى سيلف ليرنينج. انت لازم هتعلم نفسك، لازم انت هتبذل مجهود، دي حاجه مفروغ منها. بس لما بتبقى بتبذل مجهود في ستراكشر انت عارف نهايته هتبقى فين، غير لما بتبقى انت بتبذل مجهود وفي الفراغ. انت مش عارف انت اللي بتعمله ده صح ولا غلط، فاهم؟ اللي هو انا يعني أنا مثلا ابتديت في الدمرداش. كنت رمض. آه، اللي هو يوم ببقى في العياده، يوم ببقى في العمليات. انا ما عملتش عمليات، بس يعني كنت اللي هو انت مطلوب منك ان انت ايه تحضر العيان، فاهم؟ معرفش. طب انا عايز اتعلم، فاهم؟ اللي هو
لو احنا دلوقتي بنعمل inpatient، احنا دلوقتي هنتعلم procedures، احنا هنتعلم outpatient، كل الحاجات دي ما يعني فاهم مصر ما فيهاش الاستراكشر الواضح اللي بتعلمه. انا متاكد طبعا ان اللي بيبتدي نيابه في مصر وبيخلصها بيطلع يعني جامد فشخ بليفل اليونيفرسيتي بروجرامز هنا يعني. لان هم طبعا في احنا عندنا في مصر اللي بيخلص النيابه يعني هم بيطحنوا في النيابه وبيطلع مستواهم جامد. بس throughout البروسيس بقى انا كنت حاسس ان البروسيس دي انا ما كنتش مستريح فيها، ان انا هبقى قاعد بتفشخ وانا مش فاهم انا بتفشخ ليه وازاي، وعلى امل ان انا في الاخر اطلع انا فاهم انا بعمل ايه. حلو أوي. يعني متفهم طبعا فكرة ان الناس اللي بتاخد نيابة في مصر وبتخلصها مستواهم يعني if they survived مستواهم بيبقى كويس فشخ. بس زي ما انت قلت برضه هي مش فكرة النتيجة، يعني مش فكرة انت هتبقى عامل ازاي بعد النيابة، هي البروسيس برضه مهمة يا جماعة. يعني البروسيس بالظبط. throughout النيابة دي حاجة مهمة. وبعدين خلي بالك انا كل ده انا بكلمك على نيابه الجامعه، وانا ما كانش ليا نيابه الجامعه، انا كنت نائب زاير، فانا كنت اللي هو مم. انا بحفرك. بس هو انت بره نيابه الجامعه، انت بقى فعلا بتحفرك في الفراغ علشان يعني انت بتجيب تعليمك من بق الحنش. والله بره يعني لو في شويه ستراكشر فهم موجودين في نيابه الجامعه، بره نيابه الجامعه مفيش بقى اي ستراكشر. انت بتحاول ان انت تكريت الاستراكشر بتاعك. متفهم. طب دلوقتي يا حجوزة انت قررت ان انت هتسافر، مالكش قاعدة في البلد دي، اشمعنى بقى اخترت امريكا؟ يعني هو اختيار امريكا ده ما كانش اختيار من داي 1. انا كان انا الاكسبيرينس بتاعتي كانت مختلفه شويه، لان انا كان عندي هجره لكندا، فانا كنت حاطط ده into consideration. فانا كنت لما خلصت امتياز سافرت كندا. البلان بتاعتي ان انا كنت بحاول ان انا اعمل المعادله بتاعت كندا وبتاعت امريكا، بس كنت بحاول ان انا برضو اجيب ريزيدنسي في كندا سنس ان انا قاعد هناك. آه، وممكن نتكلم عن الموضوع ده كمان شويه. هنتكلم طبعا عشان انت لميت كمية امتحانات حول العالم. آه، بس دي كانت البدايه. وبعدين كندا طبعا لما باجي اخد ديسيجن ما بين كندا وامريكا، كندا اصعب بكتير ان انت تاخد فيها ريزيدنسي. فايفنتشولي قدمت على ريزيدنسي في امريكا. آم، وزي ما انت عارف انا اول مره قدمت ما جاليش ماتش. وبعدين دي الفتره بقى اللي رجعت فيها مصر شويه واشتغلت نايم زي في الدمرداش. وبعدين وقتها حسيت لا انا البلان اللي انا كنت حاططها لنفسي ان انا عايز اشتغل في كندا وامريكا يعني. فانا هسافر تاني واحاول تاني اجين. قعدت احاول لسه مع كندا، وبعد كده eventually في الاخر برضه قدمت تاني على امريكا و... والحمد لله I matched في الاخر يعني. مبروك يا حجوزة. الله يبارك فيك حبيبي. انا انا بس عايز اقف هنا سنة علشان برضو حاسس ان دي حتة انسبايرنج شوية. انت قدمت we didn't match ورجعت مصر، وبعدين قدمت تاني وربنا وفقك. كلمني الاول على احساس ان انت ما متشتش، يعني انت اوسط مقدم في العالم. وما اكيد هو احساس مش يعني اكيد مش اه انا مش عايز انت الاحساس نفسه، انا عايز اعرف انت ازاي تعاملت معاه. آه، يعني بص هو طبعا انت بتبقى حاطط يعني ايه يعني انت بتبقى زي ما انت عارف الماتش في امريكا ده اسمه الماتش سيزون، فهو ده بتبقى رحله. فانت من ساعه لما بتقدم لحد ما بتخلص الموضوع بياخد له شهور، يعني بتهيألي بتاع حوالي 6 8 شهور مثلا او حاجه كده. اه فانت في خلال بقى الفتره دي انت بتبيلد اب اكسبكتيشنز غصب عنك يعني. انت خلاص هو ده الحاجه اللي انت عايز تعملها، وانت بتقعد الفتره دي كلها ما بتفكرش غير في الموضوع ده. فطبعا هي لما بتجيش في الاخر انت بتبقى محبط يعني. بس هي زيها زي اي حاجه تانية، هي experience. بتتعلم منها.
و بتحتاج ان انت لازم هتموف اون، يعني انت مش هينفع تقف في الحته دي، فانت بتري اساس وتشوف ايه الاوبشنز بتاعتك وقتها يعني. وزي ما انا كنت بقول لك، انا وقتها بعد اول ماتش ده انا ابتديت اري اساس الاوبشنز بتاعتي، وقلت طب خلاص انا هرجع مصر، احاول في ان انا اخش بقى النائب زاير واحاول ان انا ابتدي كاريري في مصر، واشوف يمكن اعرف اسافر بعد كده في المستقبل. وبعدين يعني life goes on يعني، فاهم انت بتبتدي بقى decisions بتاعتك بتتغير based on الفاكتس اللي بتتحط قدام، المتغيرات اللي بتحصل يعني. مم. طب انت في الفترة دي لما فكرت ان انت تنزل مصر، هل فكرت ان انت تغير الديستنيشن وتفكر في بلد تانية، او في مثلا اوروبا، في انجلترا، في الخليج، في مش عارف ايه يعني؟ هل اللي هو انا كنت عايز اسافر بشكل عام فلو ما جاتش امريكا هروح اي حتة تانية، ولا ما جاتش امريكا فانا اقعد بقى استنى شوية لحد ما اشوف انا اعمل ايه؟ لا طبعا يعني كان ستيل فكره، انا زي ما بقول لك انا كان البيز بتاع فكرتي في السفر ان انا كنت بدور على طريقه تريننج مختلفه، فاهم. فلما برضه لما رجعت مصر وفكرت ان انا زي ما انت عارف انا كنت عايز رمض من الاول من وانا في الكليه. وكنت خلاص عرفت ان انا لما كنت جاي هنا امريكا او كندا، كنت عارف ان الرمض دي حاجه بنسبه 95% حاجه مستحيل انها تحصل. ف... فكنت مغير البلان للبطنه، بس لما قررت اني ارجع مصر قلت خلاص انا هيبقى عندي اوبشن ان انا اشتغل رمض. ووقتها كنت فكرت ان هو انا هسبلمنت بقى التريننج بتاعي بقى في المستقبل بانجلترا، لان انجلترا برضو زي ما انت عارف بقى من صحابنا يعني، انت ممكن تختار السبيشالتي بتاعتك. حتى لو competitive او حاجة زي الرمد، سهل برضو ان انت تلاقي فيها شغل في انجلترا. يعني نسبيا طبعا يعني، بس طبعا relative لامريكا يعني قصدي. بالظبط، لان انت مهم. لان انت 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 بتقدم على جوبز على حسب ما انا كنت فاكر وقت، او يعني حسب ما انا كنت الريسيرش بتاعي وقتها واللي انا فاهمه يعني سو فار عن انجلترا، ان انت بتبقى بتقدم على شغلانات، وزيها زي كأنك بتقدم على اي شغلانه، مش لازم ان انت تبقى بتبتدي من day one في residency program وبتبقى بتقدم في rigorous process زي اللي بتحصل في امريكا. كله بيكمبيت على مثلا let's say 10 positions مفتوحين، فاهم. او مهم. يعني من غير let's say مثلا زي في كندا مش كله بيكمبيت على position واحد across كندا يعني. بالظبط. كمان انت باباك كان شغال رمد، فبرضو that's يعني a head start شوية، ان انت لو قعدت في مصر واشتغلت رمد الموضوع هيبقى الى حد ما اسهل شوية. فده made sense at this time. ايه بقى اللي غير رأيك وقلت لا انا عايز احاول تاني في امريكا؟ أم، انا ما استريحتش خالص في الشغل. وبعدين انا قبل ما ارجع مصر انا كنت قعدت حاجه بتاعت سنتين تقريبا هنا في كندا، او مش سنتين قوي بس يعني كان almost سنه ونص مثلا ولا حاجه. وكنت احتكيت بقى مع السيستم هنا والحياه هنا والمستشفيات هنا. ف eventually لما بقى رجعت وبقيت بشتغل في الدمرداش يعني فاهم، حسيت ان هو لا، انا كان كل البلان كلها انا كنت قاعد بفكر فيه، والبلان اللي أنا كنت حاططها لنفسي في الفتره اللي فاتت دي كانت حاجه، وبعدين دلوقتي انا غيرتها completely، وده الحاجه اللي انا اساسا كنت مشيت بسببها. فحسيت ان انا ما كنتش مستريح خالص يعني. غير طبعا الحاجه التانية اللي هي كانت كبيره بالنسبه لي، احساس التوهان في التريننج ده. وسبيشالي ان انا ما كانش عندي نيابه الجامعه، فانا كنت حاسس ان انا بره نيابه الجامعه مش عارف هعمل ايه، الدنيا تايهه. وايفن دو ان انا حطيت بلان لنفسي انا ايه اللي ممكن اعمله في مصر، برضه كنت حاسس ان ستيل هو ده يعني ممكن ما يبقاش انف يعني. مم. حلو قوي.
يعني انا متفاهم طبعا القرار ساعتها كان عامل ازاي، وخصوصا ان انت كنت يعني طلعت electives قبل كده وعاصرت الاجواء في امريكا وكندا قبل كده، فانت برضو زي بيقولوا كده انت دقت طعم الشغل بره عامل ازاي، فمنطقي لما ترجع مصر تبقى بتفكر اللي هو لا انا عايز ارجع تاني. انا عايز اسالك بس في بالظبط. حته في البروسيس دي، اتفضل. ان انت ما تشتش في الاول وبعد كده ما تشت. انا يعني مش عايز اخش في الديتيلز بتاعت الكريدنشلز يعني، بس عايز اسالك يعني ايه اهم الحاجات اللي انت شايف ان هي ساعدتك تمتش بعد ما تشتش من اول مره. um, letters of recommendation مم. 100%. و وتاني حاجة انا يعني كان هو ستيل دي ما غيرتهاش تاني مره، بس انا كنت حاسس ان حاجه من الحاجات الكبيره في السي في بتاعي ان انا الالكتيفز اللي انا كنت عاملها كانت في كندا، ما كانتش في امريكا. هم اولموست نفس السيستم، بس ستيل انا كنت حاسس ان دي مش مساعده قوي. آه، بس يعني اي جاست ان انا كنت عبال المره التانية كنت اشتغلت شويه في يعني في هيلث كير ريليتد شغلانات. فدي زودت التول بتاع السي في بتاعي، وزي ما قلت لك البيرسون ستيتمنت، لا مش بيرسون ستيتمنت، معلش، letters. بالظبط الليترز اوف ريكومنديشن. والحاجه ديفينتلي اللي هي الاساسيه في امريكا الكونكشنز يعني انا ايفنتشولي المستشفى اللي انا متشت فيها كان ثرو كونكشن حد كان ريزيدنت هناك، و يعني ادى السي في بتاعي للبروجرام دايركتور، وفي الاخر يعني طب انهم ادوني انترفيو الحمد لله ماتشت هناك يعني. لحظه فشيخه في حياتي. في الاي سي يو في عيانين بتكراش وانا محتاج حاجات من النيرسز وبيدوني ورق في ايدي، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. كوميونيتي اكوارد نمونيا غير لو كتبتها مايلد ولا مودريت ولا سيفير نمونيا، والفلوس هي اللي ماشيه السيستم هنا. معاه اللي اخترع الكلام ده محتاج ياخد جائزه نوبل. معايا انا هيدفع $500 مثلا كل شهر. غير انت والتمريض، هو الهيلث كير سيستم في طلع فيه ناس كتيره تانية. كنت قاعد بفكر هو ايه اللي بيحصل مع يعني في مصر بعد ما بيمشوا من المستشفى. اهم حاجه بلا منازع طبعا اليو اس ام اليز. لو تعرف ناس في امريكا اتكلم معاهم وقول لهم انت الوضع بتاعك ايه، السي في بتاعك عامل ازاي. انت محتاج ان انت تبقى السي في بتاعك يبقى كويس، ان حد يعني يبقى يفيل كونفيدنت ان هو يريكومند يو، او ان هو يبقى عارفك شخصيا يعني. حتى لو عندك ريد فلاج في السي في بتاعك، ان هو يبقى يعرف ان هو يتكلم عليها يعني. بالظبط. انا عايز بقى اخدك لاوقات اكثر سعاده وانت الله. متشت وسمعت الاخبار بتاعت انك متشت. اه. احكي لي بقى عن هذه الاجواء. يعني طبعا هي كانت لحظة فشيخة في حياتي. انا انا فاكر. انا في الوقت ده انا كنت لسه في كندا، وكنت شغال فيزيشن اسيستنت في عيادة نسا، في عيادة انفرتيليتي. فده طبعا يعني يعني هو طبعا انت الناس مش عارفه ده عني، بس انت عارفه انا ده لسه دي ابعد حاجه عن اهتماماتي. يعني ده ممكن يكون اكتر برانش انا ما بحبوش. فانا فاكر وقتها يعني كنت طول اليوم الصبح وانا قاعد مستني الايميل، عمال افكر وعمال مستني وقلقان. بس طبعا يعني اول ما جه الايميل طبعا كانت لحظه فشيخه يعني. عملت ايه اول ما شفت الايميل؟ نطيت؟ مش فاكر والله. يعني غالبا يعني غالبا عملت حاجة يعني كانت ريديكولس في نص الشارع. بتبقى اللحظات دي اللي انت بتعيش عشانها، يعني لحظات الفيلينج اوف accomplishment ده. الفليتنج مومنتس. بالظبط. دلوقتي طبعا هوب
ترجع لارض الواقع على طول بعدين. بالظبط، مستني لحظة جديدة من اللحظات دي تاني. دوبامين ادكشن. ما علينا، مش ايوه هنتكلم في القصة دي دلوقتي. هنجيلها، ايوه هنجيلها في الاخر. دلوقتي انت خلاص متشت، رايح تشتغل في امريكا. انت برضه يعني وضعك مختلف شويه، عشان انت كان عندك اوريدي اكسبوجر وانت كنت شغال في كندا، فانت كنت شويه اكسبوزد للهيلث كير بتاع نورث امريكا بشكل عام. بس انت رحت بقى ابتديت تشتغل في امريكا از ريزيدنت. اكيد كان في حاجات اول ما رحت كانت يعني منوره في عينك كده، او يعني مبهره. قول لي ايه الحاجات اللي خطفتك كده اول ما رحت ابتديت تشتغل كريزيدنت. الاي ام ار، الاي ام ار ده اللي هو الالكترونيك ميديكال ريكورد. ده بالنسبه لي من اول ما اتعرفت عليه وانا كنت حاسس اللي هو يا جماعه هو اللي اخترع الكلام ده محتاج ياخد جائزه نوبل. والله ده يعني انت بيرحمك من التعامل مع الورق فيه كل حاجة عن العيان، ممكن تعرف توصل لكل حاجة في الهيستوري بتاعه. تحط الاوردرز من عليه، بتكومينيكيت مع بقية التيم من عليه. لا يعني هو فعلا امبرسيف يعني. طب بما انك انت جبت سيره الاي ام ار يعني، وانت قاعد هنا في امريكا، ففي هنا زي ما انت عارف ديبيت اون جوينج على البروز والكونز بتاعت الاي ام ارز. هل انت شايف ان الكونز اللي هم بيقولوا عليها ان دلوقتي بقى الدكتور بيستهلك وقت اكتر عشان الدوكيومنتيشن، وعلشان يعرف يطلع الحاجه ويعرف يدوكيومنت كل حاجه مظبوط، على غرار البيبر تشورتنج ما كنتش بياخد كل هذا الوقت، فدلوقتي الدكتور بقى بيسبند مور تايم في الادمنستريتيف والدوكيومنتيشن ورك عن القعده مع العيانين واكشن الكلام مع العيانين. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل ده جاستيفايد ولا ستيل مميزات الاي ام ار اكبر بكتير من العيوب دي؟ يعني هو لا، هو هتفضل بالنسبة لي مميزات الأيام ورا أكبر من أي حاجة تانية. يعني أنا مش عارف، أنا مش قادر أتخيل ما قبل الأيام ورا هما كانوا بيعملوا إيه هنا، لأن ده كان هيبقى وضع مخرجل جدا الصراحة. مش عارف حتى أتخيله. إحنا في يوم عايز أقول لك بس أحكي لك مرة، كنت في الاي سي يو، ودخلت الصبح الساعة 6:30 الصبح، لقيت الدنيا مقلوبة في المستشفى. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، بقول لهم في يا جماعة، قالوا لي السيستم واقع. يا نهار اسود، هنعمل ايه؟ لقيتهم مطلعين لي ورق عشان اكتب عليه اوردرز، انا مش فاهم اساسا ده ايه. هم طلعوا حاجة من الارشيف تقريبا كانوا بيستخدموها من سنين، وبيقولوا لي خدها استخدمها. محدش فاهم اي حاجه، فاهم؟ وبعدين احنا بقى في الاي سي يو في عيانين بتكراش، وانا محتاج حاجات من النيرسز وبيدوني ورق في ايدي، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. فلا طبعا هو ده كان مهزله يعني. بس اوفرول انا متفاهم نقطه الدوكيومنتيشن. يعني هو الدوكيومنتيشن دي واحده من اسوأ الحاجات اللي بتحصل في المهنه دي. بس يعني انا حاسس ان هي ملهاش علاقه بالاي ام ار قوي، او يعني طبعا هو الاي ام ار سهل ان هو يطلب منك دوكيومنتيشن محترم. صح. بس هي ستيل برضه هي ديبلي روتد في السيستم بتاع امريكا، وازاي الريمبرسمنت بيحصل والميديكيد والميديكير، وازاي المستشفى بتاخد فلوس، ان هو في الاخر هو الحاكم كل حاجه هنا هي الفلوس يعني. اهم حاجه في الدنيا الفلوس. فبالظبط، لا هو ده من غير حتى من غير هزار. هو فعلا هو هنا الحاجه اللي ماشيه السيستم هو انت مين بيدفع لك وهيدفع لك كام. ف ومش مش بيدفع لك ده الدكتور بالمستشفى يعني. مين اللي بيحاسب المستشفى في الاخر؟ فهو الانشورنس كومبانيز وطبعا يعني اللي هو اللي بيبتدي كل حاجه في القوانين دي بيبقى الميديكير والميديكيد، لان هم دول اللي الحكومه بتدفع منهم فلوس، وبعد كده كله بيتبع. فطبعا انت بتشوف هم بيقولوا ايه ولازم بتنفذه يعني. فانا حاسس ان هو الدوكيومنتيشن والهوس اللي بيحصل حوالين الدوكيومنتيشن دلوقتي يعني هو مينلي بسبب الكلام ده. صح. انت قلت نقطة حلوة قوي عامة، اللي هو فعلا هي كل حاجة بتمشي هنا علشان الفلوس، مش عشان الفلوس ده يعني اللي هو نظرة مادية للأمور. بس انت فعلا لو ابتديت تبص
على ان المين درايف في اي حاجه هو الفلوس، هتبتدي تفهم شويه السيستم هنا عامل كده ليه، عشان هو فعلا المين درايف هو الفلوس لاي حاجه. بالظبط. هو انت كل حاجه يعني كاكزامبل، يعني اللي احنا بنتكلم عليه، انت لما بيجي لك عيان عنده مثلا نمونيا، انت لو كتبت نمونيا ساده كده غير لو كتبتها كوميونيتي اكوارد نمونيا، غير لو كتبتها مايلد ولا مودريت ولا سيفير نمونيا وتسبسس ولا من غير سبسس. كل كلمه من والاكيوت دول هايبوكسيك ريسبيراتوري فيلير. بالظبط. كل كلمه من دول بتمن. فالمستشفى طبعا عايزه تماكسمايز الفلوس اللي هتاخدها. لان انت اوريدي بتعمل الشغل. انت اوريدي هتبقى مثلا لو عيان فعلا عنده سيفير نمونيا، انت عالجته، فهم عايزين ياخدوا ثمن العلاج ده فعلا. ف ف ف فطبعا والانشورنس كومبانيز في نفس الوقت هم مش عايزين يدفعوا. فهو دي بقى الفايت اللي عمرها ما بتنتهي. يعني كنت لسه انا وانت بنتكلم على في شغلانه، جزء من يعني دكاتره بيعملوها. ان هم بيبقوا بيكلموا الانشورنس كومبانيز ويفايتوا معاهم ان هو لا والله احنا من حقنا ان احنا ناخد الفلوس دي، ولا مش من حقنا، فاهم؟ فالفلوس هي اللي ماشيه السيستم هنا. ده حقيقي. يعني هو اصلا، يعني انا كنت لسه هسألك السؤال الجاي عن يعني ايه عيوب السيستم اللي انت شايفها، بس يعني already you touched a يعني bit على هذا. بس يعني انا عايز قبل ما نخش في العيوب ونستفيض، عايز ارجع تاني للحاجات الامبرسيف او الحاجات المبهرة اللي انت لقيتها غير الاي ام ار. ايه الحاجات التانية اللي انت كنت شايفها لذيذة او يعني امبرسيف؟ الحاجات غير الحاجات اللي obvious طبعا، يعني اللي هو النظام والتعليم والحاجات دي. الحاجات التانية، الحاجة اللي أنا فعلا شايفها impressive، إن في تيم كامل بيبقى، يعني انت ما بتبقاش لوحدك completely. هو غير انت والتمريض، هو الهيلث كير سيستم في طلع في ناس كتيرة تانية. ناس كتيرة تانية دول مهمين فشخ فعلا. اللي انا بتكلم عليهم دول اللي هم الكيس مانجر والسوشيال وركرز. ان انت في جزء من السيستم ان انت بتميك شور ان العيان بيروح فين بعد كده، ايه اللي بيتوفر له، وان هو ان انت بتتعامل مع ان هو في المستشفى ده الاكيوت او الفيز بتاع الاكيوت تريتمنت. بس ممكن ان العيان هيحتاج تريتمنت غير كده، سواء بقى ان هو بيكمل علاج، او ان هو محتاج حد يتابعه في البيت، او ان هو محتاج فيزيكال ثيرابي، ان هو محتاج whatever. دي حاجات لسه بتحصل، والعيان بيبقى مسيرة العلاج بتاعته ما بتقفش عندك يعني. وبيبقى في ناس هي دي كل شغلتهم ان هم يتأكدوا ان العيان ده هيروح المكان الصح بالنسبة له بعد كده، علشان ي... يكمل الرحلة العلاجية بتاعته. هي دي نقطة مهمة قوي عامة، عشان احنا عمرنا ما شفنا القصة دي في مصر، او ما حتى ما سمعناش عنها. ان فكرة ان يبقى في سوشيال وركر او كير مانجر، مش حد طبي بس بيكوردينيت الكير، ايه اللي هيحصل للعيان بعد ما يروح، وهيعمل ايه، والفولو ابس والحاجات دي كلها. دي حاجة اصلا ما سمعتش عنها قبل كده. بالظبط. يعني انا فاكر ان انا من فتره كده كنت قاعد بفكر هو ايه اللي بيحصل للعيانين في مصر بعد ما بيمشوا من المستشفى. حاسس ما عرفتش اجاوب. مش عارف ده عشان النولج بتاعتي مش كافيه في الموضوع ده، وان انا ما كنتش مركز فيه قبل كده، ولا دي حاجه ما بتحصلش. انا اشك ان حاجه ما بتحصلش. بس انا يعني انا كاد اكون متأكد ان دي حاجة ما بتحصلش يعني. بالظبط يعني. فالجزء ده يعني هو جزء مهم ستيل في العلاج بتاع العيان. ان هو غير كده هو العيان هيرجع تاني على المستشفى. ويعني برضو عشان ما يعني انا حاسس برضو من الكونفرسيشن دي بيطلع ان بيبان السيستم هنا اهم حاجه بالنسبه له ان الناس تبقى صحتها بومب والناس يبقوا مبسوطين. بس يعني هو في الاخر يعني
هو بيند اب ان ده جزء من السيتويشن، بس الجزء التاني ان هو انت برضه بتحاول تقلل سبيندنج اوفر، فالعيان لما هيرجع لك المستشفى تاني ده هيبقى اكسترا سبيندنج. فهو ارخص له ان هو يتاكد ان العيان هيتعالج صح بعد ما يمشي من عندك علشان ما يدفعش زياده. صح. the يعني main drive is money. صح. والله يعني هي مشكله ان السيستم ده ان انت اول ما بتشوفه على حقيقته بتبقى بتحس اللي هو يا جماعه القرف اللي انتوا عايشين فيه. طب يعني انت عايز تزود حاجة تانية كانت عاجباك في السيستم، ولا نبتدي بقى نسلخ السيستم؟ طلعهولي عشان نشفيه دلوقتي. يعني طبعا انت قلت حاجات كتير من المشاكل اللي في السيستم يعني، بس عايزك بقى تستفيد بقى. يعني انت شايف ايه تاني المشاكل اللي موجودة في الهيلث كير سيستم اللي في امريكا، غير اني المين درايف از ماني؟ المشكله الاساسيه في امريكا الانشورنس. يعني هي ميزه وعيب. ما هو صعب ان انت يعني احنا برضو انا بتهيألي انا وانت اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. صعب ان انت تلاقي البيرفكت سيستم. بس هو في امريكا قصه الانشورنس دي متاخده الاكستريم شويه. ان هو ان العيان بيبقى تحت رحمه الانشورنس بمعنى الكلمه يعني، ومش العيان بس، هو الدكتور كمان. دكتور والمستشفى والعيان والطيور اللي في الشارع وكل حاجه. كل حاجه تحت رحمه الانشورنس هنا. فانا شايف صح. ان دي واحده من اوحش الحاجات اللي في السيستم هنا بصراحه. ان انت بتبقى بتفكر. آه، انت وانت بتعالج العيان، هل طب انا العيان ده الدواء ده هيبقى كفرد اساسا بالنسبه له؟ ممكن ده تبقى شايف ان هو الدواء ده احسن دواء هيبقى العيان ده المفروض يبقى عليه. بس انت مش قادر تاخد القرار ان انت هتديهوله، او انت مش هتعرف تاخد القرار ان انت تديهوله، لان هيبقى العيان هيدفع $500 مثلا كل شهر عشان ياخد الدواء ده. فطبعا حاجه مستحيله، هو مش هيعملها، محدش هيعمل كده يعني. صح. آم، وكمان السيستم هنا complicated. يعني هو مش one size fits all. ده ممكن يبقى فيه مثلا 10 15 medical insurance company، ومختلفين في حاجات وشبه بعض في حاجات. فتلاقي العيان اللي عنده نوع انشورنس معين، الانشورنس بيكفر حاجة بس مش بيكفر حاجة تانية. فالسيستم بالظبط. is complicated اصلا. يعني انا مثلا عايز اديك اكزامبل. كان لسه من فتره عندي عيانه كانت كانت عملت هيميكولكتمي او حاجه كده، وكان عندها كولوستومي، ولسه عاملاها من اسبوعين. وجات لنا احنا بقى بعد كده عشان هي يعني جالها ديهايدريشن، كان هاي اوتبوت من الكولوستومي وجالها ديهايدريشن جامد. ففي الاخر بعد ما خلاص احنا عالجناها وكل حاجه وهي بقت ستيبل، محتاجين بقى نديسشارج. السيرجري تيم قالوا ان هي محتاجه ان هي تبقى على اي في فلويدز في البيت 3 مرات في الاسبوع. وزي ما انت عارف هنا ان انت قصه الاي في البيت دي محتاجه كوردينيشن كبير يعني. ده محتاج ان انت يبقى في نيرس هتيجي وهتحط لها الاي في، وهيبقى في الانشورنس كومباني اساسا تكفر الكلام ده، وان تكفر ان يبقى في الاي في باج والتيوبنج، كل الكلام ده يبقى موجود في البيت. تمام. هي كان عندها انشورنس كويس. المشكله بقى ان الانشورنس بتاعها اللي هي اشتغلت طول حياتها علشان توفره لنفسها لما تكبر، كان الراديوس بتاعهم بتاع الكفرج بيتها كان بره مش عارف 10 مايلز ولا حاجه ريديكولس اوف. كده. بالظبط بره الراديوس بتاعهم. فقال لك لا احنا خلاص احنا مش هينفع نعمل. وهي فضلت قاعده معانا في المستشفى مثلا حاجه بتاعت 5 ايام زياده، احنا قاعدين بنفرك وندور ازاي هنديها كيس المحلول معاها وهي ماشيه بس كده. فطبعا حاجه ريديكولس يعني فعلا دي حاجه ريديكولس. اتفق معاك. يعني الحاجات اللي زي كده، وعلى فكرة اللي هي مش برضو قليلة، يعني this happens frequently. المشاكل اللي زي كده بتخليك يعني اللي هو ايه يا جماعة الهبل ده؟ يعني انتوا بتويست ريسورسز قد كده علشان توفروا كلام فاضي. بالظبط. وهو كمان بتحس ان هو الموضوع بيبقى فيه
غباء يعني، لان هو الانشورنس كومباني اللي مش راضيه تدفع ال 10 مايل راديوس اللي براها دي، هي الست قعدت 5 ايام، 5 ايام في المستشفى زياده، هم اللي هيدفعوها برضو. فاهم؟ فاللي هو طب انتوا ما بتفكروش طيب يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. ده حقيقي. حجوزة يعني حاسس اني سلخنا السيستم بما فيه الكفاية. ماشي، نوقف هنا عشان بس الساده المستمعين. بس- انا بس يعني عشان لو حد بيسمعنا ولسه عنده امل في امريكا يعني. لا بس هي الامل امريكا ما جميله والله. بالظبط. لا انا عايز والله اقول اسالك. حاجه بس، عشان يعني عشان فعلا عايز نبقى واضحين في الكلام ده، عشان احنا يعني فعلا هو كل حاجه ليها ميزات وليها عيوب، مفيش حاجه وردي يعني، هو مفيش حاجه وردي في الحياه دي. بس يعني انت بتشوف كل حاجه بالنسبه لك انت ايه اللي هيبقى مريحك فيها اكتر يعني. صح. وكمان انا بحس برضو ان انت علشان بتبقى اتعودت على السيستم وبتتيك الحاجات for granted اللي هي اصلا المفروض تبقى مميزات، فبتبتدي بقى تسي باست المميزات دي وتبتدي بقى تشوف المشاكل الحقيقيه اللي موجوده في السيستم ايه. بس بالظبط. انت لو بتكلم حد بره السيستم وبتشرح له السيستم، يعني ممكن يقول لك طب ما صباح الفل يعني، ما الناس بتتعالج والريسورسز متوفره وكل حاجه بتحصل وانت عندك انسلري ستاف جامد، طب انت متضايق من ايه؟ بس هو اكشلي انت بتبقى شايفها من بره، لما بتيجي بقى تشتغل بتبتدي بقى تشوف الحاجات فعلا الكريبلينج اللي بتعطلك اللي بتحبطك وانت بتشتغل كل يوم. بالظبط. ده 100% يعني. انا بتبقى انت شايف الحاجات دي من بره صغيره، بس انت اول ما بتبقى انت اللي في السيتويشن، وانت اللي شايف هي دي ايه بقى فعلا الايفكت بتاعها على الدي تو دي شغل بتاعك، لا الموضوع بيبقى مختلف يعني. حلو قوي. طيب حجوزة يعني عشان برضو ندي شوية أمل لو حد بيسمعنا. عايزة عايزة يعني اخد نصيحتك لو حد دلوقتي بيسمعنا لسه في الكلية اه. ونفسه يسافر أمريكا، تقول له ايه النصيحة اللي انت تقولها له او ايه الحاجات اللي هو المفروض يركز عليها؟ آم، اهم حاجه بلا منازع طبعا اليو اس ام اليز. يعني هو لازم يبقى اي حد عايز يجي امريكا لازم يبقى مذاكر كويس، يجهز كويس قبل الامتحان. السكورز بتفرق، اي حد هيقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. السكورز 100% بتفرق. آم، الحاجة التانية بعد كده ان لو قدرت، انا عارف ان ده مش دايما بيبقى سهل، ان انت تعمل electives، ان انت يبقى عندك experience في امريكا. دي مهمة قوي، وهم بيبصوا لها من ناحية ان هو انت جاي من حتة تانية، سيستم completely مختلف. احنا لما هنيجي ناخدك هنا انت يعني محتاجين اتليست نعرف ان انت ايه، عرفت تانتجريت في السيستم ده بصورة او باخرى يعني. ف فدي الى حد ما هي دي مش يعني مش هنقول ان هي لو من غيرها خلاص يعني. انا اكيد في ناس متشت قبل كده من غير اكسبيرينس في امريكا، انا متشت من غير اكسبيرينس في امريكا، كان عندي اكسبيرينس في كندا بس من غير اكسبيرينس في امريكا. اي جس ان مفيش حد على بالي دلوقتي حالا، بس يعني اي جس ان اكيد في ناس متشت من غير ما يكون عندها اكسبيرينس في امريكا، بس هي ستيل حاجه مهمه. انا ما كانش عندي اكسبيرينس في امريكا، يعني انا برضو عملت elective واحد، يعني ما كانش حاجة. ما هو انت وانا بتهيالي ان هو انت مش محتاج تعمل اكتر من كده يعني. انت محتاج بس ان انت تبقى بتشو ان انت اشتغلت في السيستم. في حد السوبرفايزر بتاعك شافك، لو عرفت طبعا تاخد منه لاتر ده يبقى ربنا يكرمه. بس كده يعني انت هو ده كل اللي انت محتاجه يعني. هو انت فكر انت تشتغل في السيستم مش معناها ان انت هتبتدي اول يوم خلاص انت داخل المستشفى عارف انت بتعمل ايه، لان انت مش هتبقى عارف اي حاجه. انت هتخش ما مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. وده صح. حاجه نورمال يعني. انا كان عندي فير اول ما ابتديت، وفضل عندي حتى اول ما او في اول فتره في الشغل، ان انا مش عارف بالظبط هنا الميديكال ستودنتس بيشتغلوا في المستشفى، فهم اوريدي عارفين السيستم وعارفين كل حاجه ماشيه ازاي وعارفين ازاي يكتبوا نوت
عارفين ازاي يحطوا اوردرز وكل الكلام ده، وانا مش عارف اي حاجه. انا اي ام جي يعني، فاهم؟ انا ما عنديش اي خلفيه عن الكلام ده. بس هو في الاخر اللي بتكتشفه ان هو كل انت زيك زي كل الاي ام جيز التانيين، محدش عنده اي خلفيه عن السيستم، وكله بيتعلموا وهم عارفين كده، وهم دي الاكسبكتيشنز بتاعتهم ان انت مش عارف حاجه عن السيستم، وهيعلموك ازاي تتعامل معاه. آم، فهي كل الفكره من ان انت يبقى عندك اكسبيرينس ان هم بس يبقوا عندهم كده ايه سنة اطمئنان ان هو انت جيت وكنت انتجريتد في السيستم، وفي حد امريكاني اشتغل معاك وقال ان انت قشطه شغال. ف... فبس كده يعني. صح، هم في الاول وفي الاخر عايزين شخص يبقوا عارفين ان هو هيفيت ان. بس فلو انت اوريدي فاميليار مع السيستم وجيت قبل كده وما حصلش مشاكل وكنت كويس، فالبروبابيلتي ان انت لما تشتغل برضه هتفيت ان وهتبقى كويس عاليه، لان اوريدي انت عملتها قبل كده. بحس ان دي اهم حاجه هم بيبصوا عليها اصلا، ان هو احنا عايزين حد يفيت ان، ما يبقاش فيه يعني وجع دماغ بيزيكلي يعني. بالظبط. ويعني بتهيألي ان هو ان انت يعني اكيد انت شفت ناس كانوا بيجوا مثلا بيعملوا انترفيوز في المستشفى مثلا عندك او في اي حته، والكريدنشال بتاعتهم بتبقى لو انت تبص عليه تقول ده 100% هيمتش، وبعدين بتلاقي ان هو في الاخر he went unmatched. هو ما بيبقاش علشان هو سكوراته وحشه، او بالعكس يعني هو ده بيبقى السي في بتاعه شكله جامد يعني. بس ما عرفش ان هو يبين ان هو انا هعرف افيت ان معاكم. صح، 100%. طب حجازي برضه، عشان بحس ان الناس اللي مهتمين بامريكا بيبقى عندهم مشكله كبيره في فكره الفلوس، لان امريكا زي ما انت عارف مكلفه، لان انت بتحتاج تسافر، بتحتاج تعمل الكتيف، التقديم اصلا في الماتش بيبقى مكلف، لان انت بتحاول تقدم في بروجرامز كتيره فكل واحد بفلوس. فانت نصيحتك ايه طيب للي عندهم شويه مشاكل في الفلوس، او حاسين يعني امريكا الدخول ليها هيبقى تكلفته عاليه؟ هو طبعا زي ما انت قلت يعني، هي واحدة من مشكلات أمريكا الأساسية هي الفلوس. يعني هو أنت هتinvest فلوس كتيرة. آم، النصيحة اللي هي اللي جاية في دماغي إن هو إن أنت لما هتيجي تقدم، بس حاول إن أنت على قد ما تقدر تبقى مظبط السي في بتاعك كويس. حاسب التشانس بتاعتك الى حد ما، لان انت عمرك ما هتعرف يعني، بس حاسب التشانس بتاعتك الى حد ما هتبقى عامله ازاي. علشان انت في الاول وفي الاخر انت هتبقى بتنفست مبلغ كويس في نفسك، مردوده مش هيجي لك على طول. يعني انت هتقعد فتره عبال ما تاخد البنفيت اللي انت عملته ده. آم، مش عارف الصراحه. يعني انت ما انا عنديش حاجات حلو عامه. زياده. لا دي نقطة حلوة عامة اللي انت قلتها. يعني خليني اسألك، يعني لو حد حاسس ان هو مش جاهز، يستنى ما يقدمش لحد ما يتقل شوية، علشان دي برضو بتعتبر جامبل. آه، د- د- في رأيي يعني في رأيي لو انت حاسس ان انت ناقصك حاجة، آه، ممكن تستنى، لان هو دلوقتي طبعا مع كمان الاسعار اللي احنا فيها. اه الدولار بقى بالظبط يعني. بلوى يعني. فانت فانت الفلوس اللي هتدفعها مش هتبقى هينة يعني. احنا الموضوع مختلف عن حتى وقت لما احنا قدمنا، احنا الموضوع كان 100% مختلف. طبعا. احنا الدولار كان ولا حتى بربع الثمن بتاعه دلوقتي يعني. ف يعني مش لدرجة ربع يعني، بس هو كان اقل من كده حبة حلوين. لا حبة حلوين كتير اه يعني. احنا بيتهيألي ان احنا كان كان تقريبا قبل التعويم ولا مش فاكر. 15 مثلا او حاجة. يعني بس يعني الفكره اللي انا بقوله طبعا عشان انت عمرك ما هتحس ان انت جاهز يعني. انت الا لو انت يعني جايب 260. فانت هتبقى اوريدي حاسس ان هو خلاص انا تمام، انا عندي تشانس كويسه. بس مهم. انت ان جنرال
عمرك ما هتبقى حاسس ان انت اللي هو انا 100% هماتش. انا مش بقول ان انت لازم تبقى متاكد ان انت هتماتش، لان هو دي حاجه مش في ايدك، وهو مش في ايد اي حد. ده نصيب يعني في الاول وفي الاخر. ف فانت بس ايه، اعمل الريسيرش بتاعك كويس، اتكلم مع ناس. آم، لو تعرف ناس في امريكا، اتكلم معاهم وقول لهم انت الوضع بتاعك ايه، السي في بتاعك عامل ازاي، هم رايهم ايه. آم، و... وفي الاول وفي الاخر زي ما انت قلت، هي جامبل يعني. انت بتجامبل على نفسك. فانت يعني انت بتحط زي ما بيقولوا بتحط الشيبس بتاعتك على نفسك. فتشوف. بالظبط. اه حلو قوي الحته اللي انت قلتها بتاعت لو تعرف حد في امريكا كلمه دي. وعشان كده عايز اسالك هنا، لو انت ما عندكش مشكله وما فيهاش اي كسوف، يعني هل انت حابب احط ايميلك او فيسبوك اكاونت او اي حاجه لو حد عايز يسالك في حاجه يريتش اوت، ولا لا؟ ولو عندك برضو حتى حاجه تقولها للناس اللي هتريتش اوت، عشان انا عارف ان بتبقى في حاجات مش منطقيه، اللي هو حد ما اعرفوش وبلاقيه باعت لي فيسبوك مسج يقول لي ما I need an interview مثلا في المستشفى اللي انت شغال فيها. انا ايوه بيجي لي المسجات دي. اه طبعا اكيد انا ما عنديش اي مشكله لو حد محتاج اي مساعده. انا ما عنديش اي مشكله خالص. هو فعلا هي بتبقى فعلا الحاجات اللي هي زي اللي انت قلتها، ان هو حد انا ما اعرفوش تماما وبعت لي ان هو بيقول لي انا عايز انترفيو. الحاجات دي بتبقى صعبه في ان انت تعملها، مش علشان انت مش عايز تساعد او ان انت بتتنك على الناس او اي حاجه من الحاجات دي. بس هي فعلا صعب ان انت تروح للبروجرام دايركتور وتقول له انا والله انا في شخص انا عايزك تاخده تعمل له انترفيو. ده غير اساسا فكره ان هم بيبقوا لو سامحين للريزيدنتس ان هم يدوا recommendations، بيبقوا حاطين limited spots، واحد او اتنين لكل ريزيدنت بالكتير. آم، وفي معظم الاحوال بيبقى اوريدي في حد انا اعرفه معرفه شخصيه، مش علشان انا اعرفه او هو صاحبي فانا هبقى عايز اساعده اكتر. طبعا اكيد يعني لو حد صاحبي اكيد انا عايز اساعده. بس هي الفكره في ان انا فعلا شفت الانسان ده، وعارف هو ك كانسان في التعامل عامل ازاي، في الشغل عامل ازاي. فانا لما هاجي اقدر ادي ريكومنديشن هبقى فعلا بدي ريكومنديشن بقلب، اعرف فعلا اساعد. لا صح، لان هي دي برضو بتتحسب عليك يعني ريكومنديشن. يعني لما انت بتيجي تريكومند حد، وات ايفر الحد ده هيطلع كويس هيطلع وحش، دي برضو بتبقى في وشك في الاخر زي ما بيقولوا. فانت ما ينفعش تجو اون فول ويت بتريكومند someone انت اصلا ما تعرفوش، هو راندوملي بعت لك مسج على الفيسبوك. فانا بس عايز اوجه برضو رساله للناس اللي هتحب تتواصل، يعني be smart about what you want. يعني وانت بتطلب حاجه، يعني اعرف انت هتاخد ايه من الشخص اللي انت بتطلبه ده. فما تطلبش انترفيو، ما تطلبش حاجات مش منطقية. بس يعني انت ممكن تستفيد بمعلومة مثلا، يعني ممكن يقول لك حاجة، ممكن تسأل في حاجات اللي هو حاسس ان الشخص اللي قدامك يقدر فعلا يعملها. ومحدش بيبقاش عايز يساعد، يعني I know 100% كل الناس بتبقى عايزة تساعد، بس الحاجات ساعات بتبقى فعلا مش منطقية. بالظبط. هو يعني ده انت محتاج اسئله، محتاج ان انت حاجه انت مش عارفها بحكم ان احنا اوريدي هنا ومرينا بالبروسيس دي. من بالاكسبيرينس انت محتاج مساعده. ديفينتلي اكيد هو ده. احنا كلنا هنبقى عايزين نساعد. يعني احنا محبب علينا ان احنا نزود الجاليه المصريه هنا، لان هو ده في الاخر هو ده بيصب ان هو ان الناس اكتر بنعرف نساعدها يعني. بالظبط صح، هو فعلا يعني يوم المنى لما تبقى الناس هنا كلها مصريين. هو ده هيساعد الناس اللي جايه. وهو ده بالظبط. هي دي التجربه الهنديه هنا. بالظبط، واحنا ان شاء الله اون ذا رايز. هم بس هم الهنود ابتدوا بدري وابتدوا بعنف شويه. بس احنا قادمين. احنا جايين ايوه. حجوز انا عايز بقى اسيب الطب كله بقى وكل القصص دي، وابتدي بقى اكلمك في بره الطب واسالك انت اصلا بتسمع بودكاست او متابع بودكاست او تشانلز على اليوتيوب او أي حاجه كده ولا لا؟
والله انا متابع، بس حاسس ان هي مش هتبقى extremely interesting لان هم معظمهم حاجات طبيه. لا حلو، قول لي. آه انا زي ما انت عارف انا interested في الكارديولوجي، فانا في بودكاست، ده اكتر بودكاست بسمعه، ده اسمه كارديو نيردز. ده مجموعة من الفيلوز ابتدوا البودكاست ده، بيحاولوا ان هم يبروباجيتوا العلم بتاع الكارديولوجي ما بين الناس، يعني ما بين الريزيدنتس والفيلوز يعني. بس اوكي، ده يعني بيخاطب ميديكال اودينس ولا نون ميديكال اودينس؟ لا، ميديكال اودينس طبعا. ميديكال آم، اودينس، اوكي. بس والله بره استنى، والله أنا افتكرت في عندي شوية بودكاست بره الطب عشان بس ندي شوية تنوع. حتى حتى لو في الطب يعني عادي يا حجوز. في الطب برضه لو في حد interested في حاجة ليها علاقة بالinternal medicine I recommend بودكاست اسمه كور اي ام. البودكاست ده ممتاز. بي بي بيفتحوا توبكس كتيرة ويتكلموا in depth في الحاجات، يعني في التوبكس، في شوية knowledge لذيذ يعني. حلو أوي. بره بقى الميديسن، في بودكاست بسمعه اسمه People I Mostly Admire. ده ده كان راجل ايكونومست واخد جائزة نوبل، وبعدين هو بيبتدي يتكلم مع ناس عملوا حاجة ريماركبل في أي مجال بقى، في مجالات كتيرة فشخ. فهو extremely random، فاهم يعني. مرة تلاقيه بيتكلم مع ساينتست، مرة تانية يبقى بيتكلم مع اكتر، اللي بعديها هتلاقيه بيتكلم مع ريكورد بروديوسر، عمل اخد مليون امي مثلا وكاتب كتاب، فاهم حاجه كده. ده لذيذ قوي الحوار ده. يعني فحلو يعني، مسلي كده، حاجه تسرح معاها، شويه لايف اكسبيرينسز يعني مختلفه. حلو قوي. طب لو هقول لك ريكومنديشن لكتاب، فيلم، ومسلسل، either or and، يعني لو هتختار حاجة واحدة منهم او لو هتديني ريكومنديشن في كل حاجة. آه يعني انا ممكن نبتدي بالمسلسل، بس هو حاسس ان في حاجات كتيره، واحنا يعني انت عايز حاجه ده اوفرول ولا ده حاجه جديده مثلا؟ اي حاجة اي حاجة حاسس ان هي شفتها قريب عجبتك. يعني انا زايد مثلا لو قلت له اديني ريكومنديشن مسلسل، قال لي جعفر العمدة. فحاسس يعني اللي هو يعني خلاص I hit rock bottom. فأي حاجة هتقولها تبقى لذ. بما ان ابن زايد نزل بالبار. والله يعني انا حاسس ان اخر مسلسل اللي هو شفته سيريسلي كنت فعلا بستناه كان لاست اوف اس. والله بس حلو قوي. لاست اوف اس كان ممتاز يعني. حلو قوي. كان بقالي فتره ما شفتش مسلسل. كنت قاعد كده ببقى مستنيه بشغف كل يوم. حد كنت بحس ان في ايفنت. والله هو ده ممكن برضه يبقى بيرن اوت من الشغل، ان انا كنت ببقى يعني ده أكيد. هما الساعة اللي في اخر اليوم بتوع يوم الحد دول كنت ببقى قاعد مستنيهم من اسبوع للتاني. طب بقول لك إيه، بتشوف سكسيشن؟ انا ما شفتش السيزونز الجديدة، بس انا شفت السيزونز القديمة زمان وقت لما نزلت. ده الكلام ده كان من قبل الريزنسي، كان مثلا من 3 سنين او 4 سنين. لا هيعجبك عامة يعني، لو عجبك السيزونز الأولانية كملوا، هو طبعا لذيذ. انا ده على الليست بتاعتي يعني. هو سكسيشن هو كان فشيخ. هو السيزونز الاولانيه كانوا جامدين فشخ يعني. بالظبط، عايز هو تعرف حلو كمان فشخ. ان السيزون اللي لسه نازل ده عالمي. الجزء الجديد حلو قوي. اه طب ايه فيلم؟ فيلم. والله يعني انا افلام، انا من ساعه لما ابتديت الريزيدنسي كان
او يعني الفلسفي بتاعتي عن الافلام ان هي حاجه ما شغلش دماغي فيها، اقعد اسقط قدام التلفزيون وانا باكل قبل ما اخش انام. ف... فيعني الريكومنديشنز بتاعتي الافلام مش هتبقى قويه خالص يعني، متفهمك تماما. اللي هي عارف افلام اللي هي تضييع الوقت دي، اللي هو اه انت بس بتريح دماغك. ايوه اللي هو بس حاجه انترتيننج كده بالظبط تملى لك فراغك وانت بتاكل. تماما. حجوزه عادة يعني انا بنبسط. آه. قول لي. لا انا كنت اقول لك عادة الجو تو بتاعي بيبقى ضد اي حاجة مارفل، تقعد تريح قدامها. انت مان نزل فيلم جديد عامه. ده جامد، عجبني اه عامة. انا لسه متفرج عليه امبارح، حلو قوي. اه لا كان جامد. يعني حاسس ان هو نفس الكاتيجوري دي، اللي هو حاجه انترتيننج، انت بتتفرج على حاجه مسليه. بالظبط، انت تتفرج على حاجه مسليه، مش محتاج ان انت تبقى اللي هو انت حاطط فوكس كتير يعني، مش اولموست مش حاطط فوكس خالص. هو يعني هي ستوري لاين سلسه، تساعدك ان انت تبقى قاعد متسلي كده ومبسوط وخلاص. صح، انت فاهمك تماما. حجوز انا اتبسطت جدا جدا ان انا اتكلمت معاك النهارده، وتسلم ان انت يعني وفرت لي هذا الوقت من يومك. انا عارف احنا بنحاول نظبطها بقالنا شهرين مثلا، بس يعني اه finally did it. معلش اعذرني انت الجدول ما كانش مساعد معانا خالص. لا لا انا متفهمك تماما، انا عارف. بس finally did it يعني. اه لا لا الحمد لله الحمد و... ولازم طبعا اقول هنا يعني اني انت دايما بيتقالك في المستشفى ان انت عندك حنجرة ذات طابع لله. انا مقدمي الراديو. انا في اخر شهر اتقال لي 3 مرات ان انا المفروض ابتدي اشتغل في الراديو، فانا ارجو ان ده يبقى البدايه بتاعتي هنا معاك. بالظبط. ده يعني لو اتشهرت من بعد البودكاست ده ما تبقاش تنساني يعني. لا ده هستضيفك دايما ما تقلقش. انا عايز امضي عقد احتكار معاك الحنجرة دي. هنعمل هنعمل بقى برنامج مسائي يبقى عباره عن الحنجرة دي بتاعتي. دردشه ومزيكا. صح. حجوزة اتبسطت جدا في الكلام معاك بجد، والله انا كمان يا وان سوسه. شاء الله اشوفك قريب. ان شاء الله حبيبي. حبيبي. حابب اشكر كل اللي وصل لحد هنا، واقول له شكرا انك كملت الحلقه لحد اخرها. لو عجبتك الحلقه دي يا ريت تعمل لايك وشير، ومتنساش تعمل سبسكرايب عشان ما تفوتش الحلقات الجايه. ولو عندك سؤال ممكن تزور موقعنا www.thenomadmd.online وتبعت لنا اي سؤال واوعدك هنجاوب عليه. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه.